تعالى يا هندسه كده بص على الفيديو ده. يا شيخنا، انا لما بدوس على الكونكت ده المكنه بتشتغل معايا. عايز ايه طب؟ شغل زر الموتور كده بيسحب معايا لجوه ويفضل يزن، وده اصلا ما بيلقطش. اللي هو الاساس ده ما بيلقطش، والتاني ده بيزن معايا. صديق قناه من الامارات باعت لي الفيديو ده وبيقول لي هندسه الكونتاكتور عندي واخد اجازه مفتوح، واحد بيزن والتاني عامل نفسه منبنى ما بيلقطش غير لما تدوس عليه. ايه الحل؟ بص يا باشمهندس، احنا هنا قدام عقده نفسيه مش عقده كهربي عادي. فتعالى نفصصهم واحده واحده كده بالراحه. اول حاجه الاخ اللي بيزن، وده بيكون عطل ميكانيكي. ان عندك في أي كونتاكتور طبيعي حاجه اسمها القلب الحديدي، وده بيكون عباره عن حتتين، حته ثابته او ملزوقه في جسم الكونتاكتور، وحته تانية متحركه بتروح وتيجي لما بتوصل كهرباء على طرفين الكويل. توصل كهرباء على طرفين الكويل اللي هما اي 1 واي 2. الاثنين بيعشقوا ببعض تماما وبيستقروا على الوضع ده لحد ما تفصل كهرباء عن طرفين الكويل. تمام. سبب صوت الزنة اللي انت بتسمعه بقى ده اللي هو جايز يجي في وسط الحتتين دول شوية تراب شوية صدى، فبيعمل اللي هو الفجوة هوائية بين الحتتين دول. فبالتالي لما توصل كهرباء على طرفين الكويل A1 و A2، فالجزء المتحرك بيقعد يخبط في الجزء الثابت بسرعة 50 مرة في الثانية اللي هو التردد، والنتيجة هي الزنة اللي انت بتسمعها دي. ودي بعد فترة بتودع الكونتاكتور طبعا لأنها بتسبب سخونية للملف نفسه. نيجي بقى للأخ كسلان اللي هو مش عايز يلقط أصلا إلا بزقة يدوي، فده تقريبا عنده أنيميا فولت. الفولت الواصل للملف ضعيف جدا، مش قادر يتغلب على قوة السوسته اللي جوه الكونتاكتور أو يشد القلب الحديدي. أول ما بتدوس بإيدك على الكونتاكتور وبيتلقط يدوي، المكنة بتشتغل طبيعي، بتسيب بيفصل تاني. فالخلاصة الحل في كلمتين اتنين بس، هي إنك تفك الكونتاكتور اللي بيزن وتنظف القلب الحديدي بسبراي أو تنظيف جاف أو صنفرة ناعمة. وتقيس أو تراجع على فولت الكنترول وتشوف التوصيلات، يمكن في مثلا مسمار مهزوز اللي عمل الدراما دي كلها. ولو حصلت معاك الحركة دي قبل كده قول لنا في الكومنتات كان العيب في إيه. وتحذير يا جماعة، يا ريت يا جماعة الناس في ناس كتير بتطنش صوت الزنة ده وبتفتكروا إن ده صوت طبيعي يعني مفيهوش أي مشكلة، وللأسف على المدى البعيد بيحرق الكويل بتاع الكونتاكتور والكونتاكتور بيبوظ. سلام.